يا صباح الفل يا مساء الفل. النهارده هنعمل بانيه خطير بخلطه تحفه جدا، جربيها وهتعجبك ان شاء الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي نص كيلو بانيه. انا بجيب الصدور الفراخ وانا بخليها في البيت. عايزه تجيبي مثلا 3 4 فرخات وتفصلي الوراك لوحدها والصدور لوحدها وتخلي الصدور، هتبقى تحفه جدا وموفره احسن من كيلو بانيه دلوقتي. عندي بصل حلقات، بصلتين كبار، وعندي ملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر، وعندي حبهان مطحون ومستردة وبهارات، طبعا 7 بهارات، وعندي حليب او لبن. انا حطيت شويه ملح على البصل بس هفضل ادعكه كده، انزل الميه بتاعته. تمام. بعدين هروح حاطاه على طول. بعد ما ينزل الميه سيبه كده دقيقه، هحط بقى عليه على البانيه. هتبل البانيه بتاعي بالملح والفلفل الاسود طبعا، والبهارات بتاعتي 7 بهارات، والحبهان المطحون والجنزبيل اهو، والثوم البودر. ما عندكيش توم باودر عادي، ممكن تفصين توم عادي، بتدقيهم وتطحنيهم وتحطيهم جواه، برضو هيدي التست بتاعه هيعلى معاكي. عندك 7 بهارات، عندك بهارات فراخ، اي حاجه موجوده حلوه قوي. طبعا ده حبهان مطحون، حبهان بيدي تحفه جدا جدا جدا، ريحه خطيره. وطبعا المستردة، حطي مستردة، معلقه كبيره مستردة كده اهي. جربي الوصفه دي هتعجبك جدا. وزي ما قلتلك جيبي فراخ واعمليها انتي في البيت، اخليها، افصلي الصدور لوحدها والوراك لوحدها، اعملي الوراك اكله واعملي الصدور افصليها زي ما قلتلك واخليها، هتبقى موفره معاكي في البيت. بس كده. هتبلي البانيه بتاعي. عايزه ما عندكيش حليب او لبن، ممكن تحطي نص كوبايه زبادي او كوبايه زبادي صغيره خالص عندك. اللبن او الزبادي هيدي طراوه كده هتبقى طريه، القطعه هتبقى طريه معاكي كده اهوت، حلوه جدا. بس بتسيبيها بقى في التلاجة ساعتين 3، ووقت الغدا بتيجي بقى تتبليها. انا تبلت هنا اهوت، عندي بقسماط المطحون تبلته بنفس التتبيله بتاعتي، وحطيت بيضتين مع فلفل اسود. تمام. وطبعا دقيق. خلاص. هتاخدي القطعه هتحطيها في الدقيق، وبعدين ترجعي للبيض، وبعدين هتحطيها في البقسماط، وهكذا لغايه لما تخلصي الكميه بتاعتك كلها. انا ما بحطش حليب على الخليط اللي هو البيض ده، لان انا بصراحه بحس ان هو بيفصل البيض، فما بتلزقش وما بتعملش كفر كويس. فجربي ديت حلوه جدا اهي. وتثبتي عليها كويس اوي، تضغطي كده جامد على البقسماط، وتكوني طبعا عامله طاسه على النار فيها زيت غزير، وتكوني مسخنه كويس قوي علشان تستوي قطعه الفراخ. ادي كده خلصت الكميه بتاعتي وهقليها دلوقتي. بس اهو الزيت طبعا سخن، مش هتاخد منك وقت خالص، يعني دقيقه على النص ده على الجنب ده، ودقيقه او اقل من دقيقه كمان، نص دقيقه هنا ونص دقيقه هنا، هتستوي وتبقى تحفه. هتقدميها مع بطاطس محمره وسندوتشات، هتقدميها مع شويه مكرونه، ممكن كمان تعملي لها رز ابيض حلو، تحفه جدا هتعجبك قوي. سهله وبسيطه ومتاخدش وقت خالص. اهي تصفيها بقى على طول. بس كده، وادي الكميه بتاعتي. يا رب الوصفه النهارده تكون عجبتكم، واشوفكم في وصفه جديده، ومع السلامه.